انت من بعد فيديو النهارده مش هتبقى ضفدع تاني. ايه ضفدع؟ ايوه ضفدع. انا هحكي لكم الموضوع من البدايه خالص. انا قريت تجربه عن ضفدع كان موجود في اناء او حله او زي اللي احنا بنقول عليه اي حاجه، يعني حاجه كانت بتتحط على النار. جميل. والإناء ده كان فيه المية حلوة جدا وكويسة جدا ومناسبة جدا لبيت الضفدع، لدرجة ان هو كان بيقولك في التجربة ان هو كان بيعوم فيها مستمتع يعني. بعد كده بقى ابتدوا يفتحوا النار تحت الضفدع، يعني تحت المية اللي فيها الضفدع وهو مستمتع، والمية ابتدت تسخن شوية بشوية، وفي البداية المية بقت دافية او فترة. جميل. وقتها بقى الضفدع حس ان في استغراب كده وتغيير حصل في المية. يمشي ينط من المية؟ لا اطلاقا. حاول يجدد درجة الحرارة الموجودة في جسمه بحيث يتكيف مع درجة حرارة الإناء أو المية اللي هو موجود فيها. للعلم ان الإناء كان مفتوح، يعني الإناء أصلا ما كانش مقفول بغطاء أو بأي حاجة تاني علشان الضفدع يجاهد ان هو يطلع، هو ما إلا هينط بس. المية ابتدت تسخن وتسخن وتسخن، والضفدع فضل عنده امل ان هو يقعد يتكيف مع المية، وكان كل اماله ان هو عايش على التجربة القديمة اللي كان مستمتع بيها بتاعة المية دي، لغاية ما الضفدع مات في المية لما المية غلت. وده اللي وصلنا لنقطة اساسية، ان الضفدع كان عنده خيار ان هو يطلع وما طلعش، لدرجة ان هو وصل في الاخر خالص ما عندهوش طاقة يطلع وما عندهوش طاقة يحاول يكمل تكيف. ايوه مونيكا، ايه علاقة ده بينا؟ يعني ازاي بتبدأ الحلقة تقول لنا النهاردة او بعد الفيديو ده انت مش هتبقى ضفدع تاني؟ لان احنا حياتنا كلها شبه قصة الضفدع دي بس على اكبر. كل واحد حياته في منها دراسة وفي منها اصدقاء او حتى وظيفة، كلنا بنتعامل بنفس تفكير الضفدع. يا جماعة، هو الضفدع مفهوش عقل، ولكن انا كمان بحثت ولقيت ان الضفدع هو يعتبر الحيوان الوحيد اللي فيه كل اعضاء الانسان الا العقل. يعني الحمد لله ربنا ميزنا عن باقي الحيوانات وباقي الكائنات بالعقل. احنا بقى تلقائيا بنتعامل في حياتنا زي معاملة الضفدع دي في التجربة. ازاي يا مونيكا؟ الضفدع كان عايش على الذكريات القديمة او اللحظات الحلوة اللي هو عاشها في الاناء او في المية قبل ما تغلي، واحنا كذلك لما بندخل في علاقة عاطفية او مثلا واحدة صاحبتي اقعد متمسكة بيها تحت مبدأ ان هي في البداية كانت كويسة، او مثلا وظيفة كنت بشتغلها وكانت كويسة ومناسبة جدا معيشتي في البداية، مرة واحدة مثلا اسعار ارتفعت او انا بقيت عايزة شغل اكتر او عايزة مرتب اعلى او الشغل ده ما بقاش مناسب ليا، افضل برضو متمسكة بالشغلانة دي مع انها تغيرت او انا اللي اتغيرت، او ممكن احنا الاتنين ما بقناش مناسبين لبعض ومع ذلك اتمسك بيها تحت حنين. لا ما هدور ليه، لا طب ما الشخصية دي اكيد مناسبة، لا مش عارف ايه، واقعد متمسكة بالماضي او بالذكريات القديمة. دي نقطة. تاني نقطة، ان لو تلاحظوا كمان الضفدع تمسكت بالذكريات القديمة، ودي كانت اول نقطة. وتاني نقطة ان هي كمان حاولت ان هي تتكيف مع التغيرات، يعني ما حاولتش تغير الظروف، لا حاولت تغير من نفسها. ودي احيانا بتكون مشكلة فينا احنا كمان. لما بلقى حد، واحدة صاحبتي مثلا بتنتقدني كتير، او بلقى مامتي بتنتقدني، او بلقى الشغل بينتقدني، او التعليم ده او الدراسة دي انا ما كنتش عايزاها، بوصل لنقطة او مرحلة ان انا اللي هغير من نفسي، هغير من قناعاتي، هغير من ميولي ورغباتي، هغير من الشخص اللي كنت بتمنى ان هي تبقى صاحبتي. لا انا مش هفهمها وجهة نظري وهحاول اساعدها ان هي توصل للشخصية اللي انا عايزاها، لا انا هغير انا اللي من نفسي، انا هلعب انا في نفسي. فبالتالي دي نقطة تانية، ان انا ما بطلعش العيب في اي حد، بطلعه في نفسي وبحاول انا اللي اتكيف عليهم كأنهم هما اللي ثوابت وانا اللي هتغير عادي جدا. دي تاني نقطة. تالت نقطة، ان احنا كمان بنقعد نحاول نتكيف لغاية ما نجيب اخرنا، اللي هو ولا بنوصل لمرحلة ان احنا عارفين نهرب من العلاقة التوكسيك دي، او من الوظيفة اللي مش جايبة همها، او من التعليم اللي انا مش طايقة نفسي فيه ولا حاسة نفسي فيه، وفي نفس الوقت بوصل لمرحلة
ان يعني زي ما بنقول ايه، ولا عارفه اهرب لان انا بكون ضيعت سنين من عمري طويله، فبقول يا خساره ال5 سنين اللي ضيعتهم في الدراسه مثلا، او مثلا اقول يا خساره دي صاحبتي دي عشره عمر، ازاي هسيبها مره واحده، اكون انا كده اللي مش كويسه. فولا عارفه اسيب ولا عارفه اتكيف واكمل في اللي انا فيه، فبالتالي انا كده بقيت ضفدعه، او بقيت شبه الضفدعه اللي موجوده في التجربه، ووقعت في ال3 غلطات اللي هي وقعت فيهم. وعايزه اقول لكم ان الضفدعه ماتت مش بسبب غليان الميه حتى لو كانت اتاخرت في الغليان كانت هتموت برضو، لان كده كده مصيرها تغلي. ولكن ايه اللي موت الضفدعه؟ الامل الكاذب، الحاجه كده اللي بتقولك ده لسه ممكن يتغير، ده لسه الموضوع هيبقى احسن. عمرها ما هتبقى حاجه احسن. يعني الشغل اللي انت مستنيه المرتب بتاعه يزيد ليكي سنين، او مثلا صاحبتك اللي انت بتنسي غلطاتها غصب، اللي هو بتحاولي يعني تدوسي كده، تدوسي على الغلطات عشان تكتب معاكي، او مثلا شخص انت المفروض هتتخطبي له مثلا وبتتحاولي مثلا ايه، لا بخيل مش مهم، لا مش عارف مش كويس مش مهم، ايه اللي مش مهم؟ مش مهم، كله مش مهم. ما ينفعش النقطة دي نهائي اقول عليها مش مهم. طول ما حاجة انا مش قادرة اتقبلها ما اقعدش يعني اسهل فيها واقول لا خلاص يعني مصيره يتغير، مصيرها تحس، مصيرها دي طول ما الشخص اللي قدامك ما تلفتش نظره ما عليهوش عتاب. يعني طول ما انا اللي قدامي اقعد مصيرها تحس، يعني انا ما قلتلهاش دايركت، ما قلتلهاش لو سمحت يا فلانة انا بتضايق من كذا، كده هي ما عليهاش عتاب، هي مش هتشم على ظهر ايديها حضرتك. فبالتالي انت كده بقيتي شبه الضفدعه في التجربه، عشان الناس بتتضايق من كلمه ضفدعه، بس في التجربه بمعنى ان برضو حتى لو الميه ما غلتش فكان برضو هتموت بسبب ان درجه الحراره دي اكيد هتحلل جلدها برضو. فاللي انا عايزه اوصله لكم ان اللي موت الضفدعه دي هو الامل الكاذب، الاصرار على حاجه باطله، على حاجه عمرها ما هتحصل. وعايزه افهمكم على نقطه اساسيه، ان في ناس حظها سيء زيي يعني مره سبت حاجه تحت مسمى ان هي خلاص ممكن مش هتكتمل، ومره اول مره سبتها خالص بقى اكتملت لوحديها اول ما سبتها، بجد حاجه مريبه يعني. فبقيت حاسه اللي هو ايه، يعني شكل العيب فيا بقى انا عرفت وقتها ان العيب فيا فعلا. فاللي انا عايزه افهمه لكم فعلا ان انتوا لو سبتوا شخصيه مثلا ولقيتوا الشخصيه دي صاحبتك او حتى اللي انت كنت مخطوبه له اتغير مع الوقت يا ستي وبقى النسخه اللي انت كنت تتمنيها، ده معناه ان هو اتغير علشانك؟ لا، ان هو اتغير فعلا علشانه، او ان هي اتغيرت علشانها وفهمت فعلا ان مع الوقت ان يعني الصفه دي هي اللي بتبعد الناس عنها. يعني انا اعرف ناس كتير كانوا مثلا متنمرين، لما لقوا ان هم لما بيتنمروا على حد الناس دي بتبعد عنهم، وقفوا تنمر او وقفوا او قللوا من الصفة دي. فاهمين قصدي؟ مش معنى كده ان هو عشان موني كسبتهم فهم وقفوا علشان لا، هم فاقوا لنفسيهم مش فاقوا ليكي، فالمشكلة مش فيكي. وحاجة كمان، لو انت سبتي وظيفة مرة واحدة لقيتي مرتبها عالي بعد ما انت سبتيها، ده رزق وخلاص، يعني هو كل واحد هياخد رزقه، مش بنقطع في ارزاق بعض، كلنا هناخد رزقنا ما تخافيش يا حبيبتي، كلنا هناخد رزقنا اللي مكتوب لنا بالنص، ولا هيقل ولا هيزيد. الخلاصة غرضي من الفيديو تقعد مع نفسك كده وتشوف هل انت الشغل اللي بتشتغله ده مقتنع بيه، حاسه ان هو كويس. عزيزي لو حاسس ان هو مش كويس، او حاسس ان انت تستحق وظيفة احسن بتعليمك بكورساتك بقدراتك بمهاراتك، وانت بتشتغل في الوظيفة دي تدور على وظيفة احسن. وبرضو تقعد مع نفسك، علاقاتك تفلترها، يعني تشوف الناس اللي انت بتحضرهم على السوشيال ميديا، الناس اللي انت ضايفهم على الفيسبوك، الناس اللي انت بتكلمهم عموما في حياتك، هل كلهم ينفع يعرفوا نفس الاسرار ونفس الاخبار ولا لا. وكمان تشوف تالت حاجة، هل انت التعليم لو انت صغير شوية، التعليم اللي انت بتتعلمه واللي انت داخل تتعلمه، ودي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، هل انت حاسس نفسك فيه، حاسس فعلا ان انت تقدم فيه حاجة؟ دي نقطة مهمة جدا. وبالمناسبة لو انتوا محضرتوش الفيديو اللي فات اللي هو اوعى تدخل كلية طب، يا ريت تحضروه لانه هو فيديو مهم جدا، وخصوصا لو انت ثانوية عامة او في بيتك حد من ثانوية عامة، مهم جدا ليكم. وبس كده، شوفوا حلقة بسيطة صغيرة ازاي. كان معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا، اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة وملخص كتاب جديد وموضوع يهمنا جديد وسيرة ذاتية جديدة.
لو انتوا بتشوفوني من على قناه اليوتيوب فاعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، ولو انتوا بتشوفوني من على صفحه الفيسبوك فاعملوا رياكت للفيديو ومتابعه للصفحه. واتمنى على الاثنين تقولوا لي رايكم في الحلقه ومتفقين ولا مختلفين، وفي موقف في حياتكم حسيتوا فعلا ان انتوا شبه الضفدعه ولا لا، يعني فعلا تمسكتوا بحد وطلع غلط، او مثلا كنتوا متمسكين بوظيفه او فصلتوا من حاجه لدرجه ان انتوا وصلتوا لنقطه الاحتراق النفسي. بالمناسبه احنا مش هنموت زي الضفدعه من الغليان، ولكن ممكن نوصل لمرحله الاحتراق النفسي، ودي ممكن نتكلم عنها في فيديو منفصل لوحده عشان الحلقه ما تطولش. وبس كده، سلام.